البلغة التلمسانية أو الزيانية كما يفضل ساكنة ولاية تلمسان تسميتها، هي واحدة من مكونات الموروث الثقافي في هذه الولاية، وهي تصنع داخل هذه الورشات بأياد محلية وبجودة عالية. البلغة الزيانية تاع تلمسان عندها شغل علاقة مع العيد، الناس تلبسها في العيد الصغير وهذه. نخدمو دي بابوش فامي ولا كاليتي شابه زعما ما شاء الله كوير. كي البطان تاعها كي الفاصات تاعها وكلشي نخدمها هنا عندنا في لاتيلي. عندنا لا سومات نخدم هنا مام الصباغه دي فوا حنا نصبغو كيما تكونش كاينه لا ديسپونيبيليتي تاع لي كولور اللي نحتاجوهم بحساب لا دومون تاع لي كليون وهذا. ومع اقتراب عيد الفطر المبارك يكثر الطلب على البلغة التلمسانية لتشكل هي والطربوش والجلابة ثلاثية الأناقة عند التلمسانيين خلال أيام عيد الفطر المبارك، ويختلف سعر البلغة حسب نوعية الجلد المرغوب. هذه برودكسيون تاعنا تاع تلمسان، حنا نخدموها بيدينا. كاينه الحره وكاين اللي شويه على حسب كامل لي بورس تاع المشتريه، وكاين تاع بارتي دو 120000 وطلعت حتى 2600 حره كما هذه. هذه كاينه هذه ثانيك، هذه حره، هذه لابوت تاعها لابوت فاش، وهذه سي لابوت شافر مبطنه بلا بو موطون، مبطنه بلا بو موطون، ولا سيمال تاعها اون كراب. ها قرد على راسك ما تطرطق ما والو. ها فوالا حاجه شابه مليحه وكي تولي الفورما ديالها. وهذه تاع تلمسان تاعنا تاع يدينا. هو موروث ثقافي تزخر وتتميز به عاصمة الزيانيين، وألبسة تقليدية لا زال التلمسانيون يحافظون عليها في مختلف مناسباتهم.